عمرك حاولتِ كتير إن أنتِ تغيّري من حياتِك وتطوّريها للأحسن، وكل حاجة حواليكِ معنداكِ وكأنها مش موافقاكِ على التغيير ده؟ السر مش في الظروف، السر في أنتِ مين دلوقتي، أنتِ مين في اللحظة دي دلوقتي. أنا هبة فوزي NLP Life Coach ومؤسسة نادي An Egyptian Girl، والنهارده هاقول لِك على السر اللي يخلّي التغيير ده أسهل، سر أنا مسمياه بالمشقلب. تخيّلي حياتِك عبارة عن مراية، كل فكرة في دماغِك أو شعور بتحسي بيه بينعكس في المراية وبيخلق الواقع اللي أنتِ عايشاه دلوقتي، ومن هنا اللي بتجذبيه واللي بتحققيه في حياتِك هو بس اللي لايق على شخصيتِك اللي موجودة دلوقتي، الشخصية دي وأفكارها اللي مؤمنة بيها واللي حاسة إنها حقيقي تستاهلها. فلو عايزة تكوني النسخة القوية الواثقة السعيدة من نفسِك، فكري هتكون بتعمل إيه وبتتصرف إزاي دلوقتي، واعملي زي الشخصية دي دلوقتي. فكري واتصرفي واختاري زيها بالظبط. يعني بالمشقلب، عايزة تخلقي الواقع بتاع الشخصية دي يبقى لازم تتصرفي كأنك انت الشخصية دي دلوقتي. أي حاجة في حياتك فعليا مش هتتغير لو ما قررتيش تغيريها دلوقتي وتغيري الشخصية دي وتكونيها دلوقتي، ولو ما التزمتيش بالقرار والتغيير ده. قراراتك زائد شخصيتك الجديدة هم اللي هيخلقوا الواقع الجديد، عشان احنا بنكسب اللي لايق علينا. لو شخصيتك ضايعة ومهزوزة وتايهة هيكون الواقع بتاعك مهزوز وملخبط وضايع. قوليلي امتى اتصرفتي زي الشخصية اللي نفسك تكونيها بجد، وتابعي عشان هنا هعلمك ازاي تبني الشخصية دي خطوة خطوة عشان تكوني قادرة تخلقي الواقع اللي طول عمرك بتتمنيه. وبس خلاص.